اشهر جوازتين في الوسط الفني، وعايزه اقول لكم الناس فرحانه من قلبها وكأن حد من البيت اتجوز. عصفوره السينما مي عز الدين، زي ما انتم شايفين كده هي فعلا عصفوره، والناس فعلا بتحبها وفرحت لها من قلبها، هي ومنى شلبي. الف مبروك للعروستين اللي معانا النهارده. بس مش هي دي المشكله، لا، احنا ما عندناش حاجه كده تعدي عادي. المشكله عندنا في ايه بقى؟ ان الاكس بتاع الزوج مي عز الدين طلعت هدي كرم. وهادي كرم ما شاء الله تبارك الرحمن، زي ما انتم شايفين هما الاتنين احلى من بعض يعني. والحقيقة انا كنت متلخبطة في الاول، حتى نزلت بوست عندي اعتقدت بالخطأ ان ده نادين ابنها، وطلع مش نادين ابنها، طلع تيمو، وهو دكتور صيدلي بس ساب الصيدله خالص لقاها ما بتاكلش عيش، وقال لك بس هبقى مدرب لياقه بدنيه، اعمل بقى انظمه واخش بقى على النجوم كده زي ما انتم شايفين ما شاء الله داخله تخض، كلنا مخضوضين. بس الله اكبر عليك، مش عايزين نحسدك ويا كده، وهجيبك عندي برضه احسدك. المهم ان السوشيال ميديا بقالها يومين قايمين صاحيين الاكس بتاع هيدي كرم اتجوزته مي عز الدين، والناس بدات بقى تدعبس مين احمد تيمور ومين تيمو، وايه اللي جاب الصورتين جنب بعض، وايه اللي جاب القلعه جنب البحر. طلع ان ما شاء الله الله اكبر عليه، يعني هو صغير بس عقله كبير، بيعرف ينقي وبيختار. حتى لو هي نجمه فهو برضو شغال على نفسه كويس جدا ماديا وشكل. وهنا السوشيال ميديا انقسمت الى قسمين، قسم خايف على مي عز الدين من العريس، وقسم التاني انحاز بقى للعريس ومن حقه يبقى اب. مش فاهمه انتوا مالكم، اب ولا ام؟ انتوا مالكم؟ هو يعني ما درس الموضوع قبل ما يتجوز؟ بعدين ما يوه زي القمر اصلا، ده فين هو متجوزها؟ احنا بنتنا قمر. واللي احترمته في الموضوع اكتر انه مش عشان مثلا متجوز دي او دي عشان شهرة، غال على نفسه بما فيه الكفايه، يعني هو لا محتاج شهرة دي ولا محتاج فلوس دي، بس هو واضح من اختياراته، هو عارف عايز ايه. هو مش عايز عيله صغيره تقعد تتنطط تلعب في دماغه البخت، هو عايز واحده عاقله راسيه خلاص كل طموحاتها، خلاص كل احلامها نعمل بيت بقى. هو عايز بقى اللي تعمل بيت، مش لسه عايزه تتنطط من هنا لان هو مش فاضل. انا قلت بس اديكم نبذه كده عشان تعرفوا بس ان انا محلله نفسويا.